عثرات وفجرات، قال ويبدل سيئاتك حسنات. يبدل سيئاتك حسنات. التوبة الصادقة تبدل. شوف العلماء قالوا للتوبة شروط. الشرط الأول الاستغفار، تكثر من الاستغفار. يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. ويقول الباري عز وجل في الحديث الصحيح، في الحديث القدسي: عبدي إذا ذكرتني في نفسك ذكرتك في نفسي، وإذا ذكرتني في ملأ، يعني قدام ناس، ذكرتك في ملأ خير منه، وإذا تقربت مني شبرا تقربت منك ذراعا، وإذا تقربت مني ذراعا تقربت منك باعا، وإذا أتيتني تمشي أتيتك هرولة. يقول الباري عز وجل، يقول إذا تجيني تمشي قادر يا ربي يتودد لنا وهو غني عنا. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، أنتم الفقراء. شوف هذا ذكر الله عز وجل. أول شيء الاستغفار. ثانيا الندم. إخوان الندم، أنت أشوف ناس يعني يتلذذ بالمعصية، أنا فعلت كذا يا أخي الله عز وجل ستر عليك، أنت علاش تفضح نفسك؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرون، إلا اللي يجهر بالمعصية قدام الناس، هذا خسران وهالك. شو يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ هلك المسوفون، هلك المسوفون. شنو؟ بسيطة، راحته بعدين يا معود العمر بعد بوله، وإذا ملك الموت ينزل بساحته وحيل بينهم وبين ما يشتهون، انتهى كل شيء خلص. إذن الندم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الندم توبة، تندم على ما فرطت في جنب الله. الشرط الثالث اللي هو الإقلاع، يقلع الإنسان عن الذنب. ما يصير هذا شنو من توبة اللي هي الإنسان مصر على الذنب. يقول: وأن تكره أن ترجع إلى الكفر بعد أن أنقذك الله منه كما تكره أن تقذف في النار. اقلع عن الذنب. قال تعالى: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك اعتدنا لهم عذابا أليما، إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. مباشرة يقلع يرجع. والشرط الرابع إرجاع الحقوق. إرجاع الحقوق. إخوان مسألة إرجاع الحقوق مسألة طويلة عريضة، يعني شك واحد له حق عليك رجع الحق. وأول حق هو الدين. إخوان المجاهد بزمن النبي صلى الله عليه وسلم، بزمن النبي، الشهيد المدلل، يقول يجي يسأل النبي صلى الله عليه وسلم رجل يقول: يا رسول الله أرأيت إن قاتلت في سبيل الله معك هناك ذيك المعركة الصحيحية بزمن النبي صلى الله عليه وسلم، أرأيت إن قاتلت في سبيل الله فقتلت مقبلا غير مدبر يغفر لي الله ذنوبي؟ صابرا محتسب يغفر. قال: يغفر لك الله ذنوبك. نعم يغفر لك ذنوبك. راح الرجل، جبريل نزل على النبي صلى الله عليه وسلم اكو فقرة، قال: ارجع تعال. قال له: ايش قلت؟ قال: قلت يا رسول الله أرأيت إن قاتلت في سبيل الله فقتلت مقبلا غير مدبر يغفر لي الله ذنوبي؟ قال: يغفر لك الله ذنوبك إلا الدين. مسألة الدين الآن اكو ناس مماطلة. يا أخي والله أنت لو تجي علي طلبك مثلا، هات لي طلبك صار سنتين، تقول له: والله يعني يا قرابتي معترف بالدين وإن شاء الله أوفيك، وتحاجي كلمة طيبة يعني مجعول وفيته. أكو ناس لا ما أوفي، ما هذا هو، روح اشتك روح. ما يصير إخوان. يعني النبي صلى الله عليه وسلم جابوا واحد، شوف حطوا الجنازة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: خذوا صاحبكم. عرف أن علي دين ما صلى عليه، وماكو أكرم من النبي صلى الله عليه وسلم. ترى هذا اللي قال صلوا عليه مو أكرم من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يريد يعلمنا درس. النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله صلي عليه وعلى يدينه. قال: الآن جيبوا. صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. يقول هذا تأخر بالدين بعد فترة، تأخر بعد فترة. قالوا: يا رسول الله هذا الرجل اللي تقعد بالدين الآن هسه وفى. فقال صلى الله عليه وسلم: الآن برد عليه جلده. يعني من هو الميت؟ شنو يعني برد عليه جلده؟ يعني كانت عقوبة، عقوبة. الميت برد عليه جلده، الآن برد عليه جلده. مسألة خطرة. والميت مرهون بدينه، مرهون بالدين.
هذا حق من حقوق الناس يجب. ولا المال العام، اللي يبوق من المال العام يا رب تستر، العقوبة تصير أشد. مثلا واحد يبوق مال دولة، مال عام، ماكو، هذا عقوبته أشد، لأنه راح يجتمعون عليه 40 مليون عند الله عز وجل. يجوز واحد يبوق شخص أو معه شخص يجوز ياهبه، بس المال العام أشد حرمة، لازم يرجعه، لأن يأتي يوم القيامة يحمله. قالوا يا رسول الله زين اللي يبوق بعير شلون؟ قال يجي شايله على كتفه يوم القيامة. كذلك اللي يبوق مولد، كذلك اللي يبوق شفل، كذلك اللي يبوق قنينة، يأتي يوم القيامة ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. اخوان هذا التوبة لها شروط، اللي أن ينفذ هي شروط، هاي توبته صحيحة. ولا تيأس، لا تقنط، رب العزة يغفر. حتى نختم المحاضرة يقول يأتي سيدنا موسى عليه السلام يصعد إلى جبل الطور وينزل إلى الوادي، يتكلم مع الله عز وجل مباشر، كرامة من رب العزة. شاف شيخ كبير، شايب كبير، واقف على الجبل ويدعي، يقول يا رب سامحني، يا رب اغفر لي، يدعي الله عز وجل. فسلم عليه سيدنا موسى عليه السلام، السلام عليكم. وعليكم السلام. قال له أنت يا موسى عليه السلام، أنت النبي موسى؟ قال له أنا النبي الكليم. قال له تعال اقعد عندي. جاي تروح اللقاء رب العالمين؟ قال جاي اروح اللقاء رب العالمين. قال له اريد اوصيك وصيه، تقول لرب العالمين اذا يغفر لي ويتوب علي خلوه يقول لك مباشر، واذا ما يغفر لي وما يتوب علي يقول كان يسل خنجر ويضرب الارض. راح سيدنا موسى لقاء الله. طبعا سيدنا موسى عليه السلام من جعل رب العزه وتكلم مع رب العزه نسى الدنيا كلها، نسى الشايب ونسى يعني، لأن شاف يعني تكلم مع الله عز وجل، خالق الجمال، فرب العزة يعلم السر وأخفاه. ماذا قال؟ قال يا موسى أصادفك أحد في الطريق؟ وهو يعلم، الله عز وجل يعلم. قال يا ربي صدق هذا الشيخ الكبير عالجبل، يا رب شفت شيخ كبير شايب وقال لي قل لرب العزة إذا يغفر لي خلوا يقول لك، ويا ربي قال إذا ما يغفر لي شو؟ سل خنجر وضرب الأرض. قال يا موسى أبلغه أن له الفردوس الأعلى من الجنة. جاء سيدنا موسى عليه السلام لقى هذا الشيخ الكبير يستغفر رب العزة ويدعي يا رب يسامحني. قالوا تعال مبارك عليك، رب العزة يقول غفرت له الفردوس الأعلى من الجنة. يقول سجد شكر وقبل سيدنا موسى عليه السلام. قال له سيدنا موسى تعال، شو لا أنت قلت لي ولا رب العالمين قال لي ليش ضربت الخنجر، ليش ضربت الأرض؟ قال أنا كنت ناوي من تيجي أنت من عند رب العالمين ويقول لك أنا ما أغفر له ولا أتوب عليه، كنت ناوي نقش على الخنجر، نقش على الحديد، أقول قصدت كريما فخيبني وأفتر بها بين العربان. فالله علم النية ماله بعد مو مسوي، فقال لا يسوي هذا السالفة، احنا تبنا عليه. إذا رب العالمين يقبل التائب، بس تعال بقلب مكسور يقبلك. أسأل الله أن يقبلنا وإياكم، أسأل الله أن يتوب علينا، أسأل الله أن يبدل حالنا لأحسن حال، ونسأل الله أن يرحم موتانا وموتى المسلمين، وأن يشافي مرضانا ومرضى المسلمين، وأن يرجع كل غائب إلى أهله وذويه. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا بس دقيقة واحدة، اكو مثل واحد يتبرع يقول الدين علي، هذا يشيل ما يوفي، شو تسوي؟ مناسبة تركوا كثير ناس بالمقبرة يسوون هالشكل. نعم. ما يروح، والله يشيل ذنب عظيم. مسألة يعني خطرة، لازم يروح ينطي. جزاكم الله خير.